يواصل منتخب المغرب تقديم عروضه القوية في تصفيات كأس إفريقيا 2025 على الرغم من أنه متأهل سلفا باعتباره مستضيف نسخة كأس إفريقيا 2025 القادمة، حيث يحتل أسود الأطلس على المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط حققها من 3 انتصارات. الانتصار الأول كان على حساب منتخب الجابون ب4 أهداف مقابل 1، أما الانتصار الثاني فكان على حساب منتخب ليسوتو بهدف نظيف، في حين انتصاره الثالث والأخير كان على حساب منتخب إفريقيا الوسطى ب5 أهداف نظيفة، وهو خصم أسود الأطلس في المباراة القادمة، وهي المباراة الرابعة للأسود في التصفيات. ويواجه منتخب المغرب منتخب إفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على أرضية الملعب الشرفي لوجدة، والذي يتسع ل20 ألف متفرج. وستنطلق المباراة على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. وستنقل المباراة مباشرة على قناة الرياضية TNT التي تبث على القمر أوتيلسات 21 درجة شرقا، وأيضا على قناة بي إن سبور المالك الحصري لحقوق بث المنافسات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن يغيب الحارس ياسين بونو عن هذه المباراة بسبب إصابة تعرض لها في المباراة السابقة. لا تنسى إخبارنا برأيك في التعليقات، ما هو توقعك لنتيجة المباراة؟